اهلا بكل مشاهدينا مشاهدي موقع وجريدة الاموال. النهارده معانا قصة شاب. ده نموذج للشاب المجتهد الناجح. النهارده معانا قصة طارق السوري. هو اشهر بايع كنافة على الفحم في وسط البلد. طارق يمكن بتاع كنافة بدرجة دكتوراه، وهو فعلا اصلا دكتور في كلية طب اسنان. خلونا نتعرف اكتر عليه. اتعرف بك يا طارق. محمد خالد. احكي لنا قصتك. والله قصتي يعني جيت من سوريا وما لقيتش حاجة اعملها غير اني ابيع حلويات. بدرس في الجامعة وكده بقالي 10 سنين. بقالي 10 سنين كده يعني. بقالك 10 سنين. وفي مجال الحلويات. مجال الحلويات بقالي 8 سنين هنا في ميدان الأوبرا. ايه الحلويات اللي عندك؟ عندي كنافة بالكريمة مقرمشة على الفحم، عندي كنافة بالقشطة طرية على الفحم، وعندي بسبوسة بالمكسرات. بس كله شغلي سمن بلدي يعني. كل الحاجات دي بتعملها انت في البيت؟ انا بعملها بالبيت انا واخي طارق. انا طارق. ازيك يا طارق؟ الحمد لله تمام. بتبيع بالقطعة ولا بالكيلو ولا بايه؟ بالقطعة وبالكيلو. كيلو ب 80. الكيلو ب 80 والقطعة؟ والقطعة ب 7 ونص. نفس النظام. ممكن اعمل لك طبق ب 10 طبق ب 20 حسب يعني. بقالك قد ايه بتقف هنا؟ انا داخل ب 8 سنين 8 سنين هنا بميدان الاوبرا. اتفضلي. بكام؟ الكيلو ب 80، الربع ب 20. الربع ب 20. معاك انا معاك. احكي لنا ايه قصتك. انا سمعت ان انت بتدرس في كلية طب اسنان. بدرس في الجامعة طب اسنان، جامعة القصر العيني. بتدرس في ايه قلت؟ جامعة طب اسنان. كلية طب اسنان جامعة القصر العيني هنا اهو. ازاي بتقدر مثلا ان انت توظف بين الشغل هنا وازاي بين الجامعة؟ والله عمر بيساعدني يعني، طارق بيساعدني يعني، بيجي معي، ومعي شاب تاني اسمه عمر. فهمت كيف يعني؟ بنساعد حالنا. شوي انا بروح على الجامعة، شوي هو بيروح المدرسة. ثالث عمر بقى ما عنده شغل، بيجي بيقعد على طول. انتوا اخوات مع بعض؟ اخوات ايه. انا معي اخواتي كلهم. انت يعني ده مصدر رزقك اللي هي هنا العربية؟ هون مصدر رزقي. اي نعم. الفكرة دي جات لك منين يعني؟ فكرة العربية في الشارع يعني مثلا؟ والله يعني عايز أجر محل، لقيت الأجارات عالية. يعني هنا مثلا أجار 10 و20 و30، أنا أجيب منين؟ رحت عامل عربية وواقف فيها هنا، قلت العربية أحسن. ويعني الحمد لله هنا الناس برضو ناس كويسة يعني، المصريين قلبهم طيب يعني، وقفوا معي وساعدوني. وهنا في ناس برضو يعني ناس يشكروا هنا قصادي، هم اللي وقفوني، هم مخلين بالهم مني بصراحة يعني. كتير ناس حاولوا إنه يمشوني، بس دول الناس وقفوا معي بصراحة يعني. تحب تتعرف عليهم؟ وجيه واخوه عمي سيد. هدول الناس يعني هنا سندي بصراحة، هم اللي ساعدوني، واكثر من حد اجى يمشيني في ناس بتيجي يعني كانت بتيجي تضايق. عايزين يمشوني وبتاع. ووجيه واخوه عمي سيد هم اللي ايه بصراحة بيوقفوا معي وبيساعدوني بأي شيء بصراحة يعني. هم انا بعدهم اخواتي وسندي. وفي عندي انواع تانية شغال فيها انا، كنافة بالجبنة، نابلسية، عندي كيكات، عندي معجنات، عندي مناقيش سوري. بس النهاردة السبت بقى وبتبقى الدنيا يعني هادية شوي، فما بزود بالبضاعة. كلمنا مثلا عن اسرتك. يعني انتوا هنا بقالكم 10 سنين في مصر. اول ما جيتوا لقيت الحياة ازاي؟ الحياة صعبة بصراحة، حياة صعبة. وجيت احاول اشتغل ما عرفتش، ولو ما اشتغلتش مش هتاكل عيش، كل حاجة غالية، فلازم اشتغل انا يعني واسلك نفسي. تصرف على الكلية؟ على اصرف على اهلي، واصرف على نفسي، واصرف على اخويا يعني. يعني احنا عندنا اكتر من فرشة زي دي، يعني انا عندي اكتر من باترينا هنا، فبنحاول كده. هنا اشتغلنا شوية، هناك اشتغلنا شوية، بنمشي الدنيا والحال الحمد لله. تحب تاخذ رأي اي حدا بالكنافة بتاعتي؟ يا وجيه بيه.
حيسالك عن الكنافه تبعي. رايك كيف الكنافه بتاعته؟ هو بصراحة حاجته كويسة بصراحة، وشاب محترم وعايز ياكل عيش، و حاجته الله أكبر يعني، حاجة جميلة يعني بصراحة، وكلها بالسمنة البلدي، وكل الناس بتشكر فيه، وهو وأخوه برضو ناس محترمة، وحاجته كويسة يعني. انت مكانك فين؟ مكانك فين هنا؟ قول للناس برضه عشان اللي حابب يجي. ميدان الاوبرا، قدام مول الاوبرا على طول، عماره واحد، ميدان الاوبرا. ميدان الاوبرا في وسط في وسط البلد. ميدان ابراهيم باشا اهو. وهتلاقي طارق السوري ليك صوره من هون. سنة كام في كلية الطب؟ سنه ثانيه. سنة ثانية. اجى الحج. تفضل يا حق، كنافه على الفحم. كيفك؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم، شلونك؟ كيف والله حالك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. ما شاء الله، هالشغل ده كله سوري؟ كله سوري. ما شاء الله تبارك الله، ما احلاكم السوريين. سمن بلدي. يا حبيبي سمن بلدي. خذ رايك بالكنافه. تفضل. رايك كيف الكنافة؟ الكنافه والله السوري بنتحى من بعد السوري لا تسال ثاني، في الحلويات بالذات والمشاوي. هاي تاخذ من الحلبيه وتاخذ من الشوام. شغل الشام هذا ما يحتاج، ما يعلو عليه. تفضل كنافه على الفحم. تفضل. ونعم والله، واحنا بنشجعكم ترى، لانكم ناس عمليين بتخدموا الصنعه بتاعتكم. يعني ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنوا، فانتم بتتقنوا العمل بصراحه. الله يخليك. اشياء كلها احلى من بعض حبيبي والله. ما شاء الله. بس والاسعار كيفها؟ لا الاسعار حلوه، لان الكيلو ب 80، الربع ب 20. حلو، في متناول اليد يعني، الحمد لله رب العالمين. والله نقول الله يعطيكم العافيه. عندك هي بالقشطه طريه، هي بالكريمه مقرمشه. والله انتم بشرفونا هنا بمصر بصراحه. المكسرات. الله حلوه، الله اكبر. انا احبك يا بتاع اللوز انت بس. ايش رايك؟ شو رايك؟ لا والله كلهم احلى. 4 كيلو. والله يا اخي انا بخلص شغلي وبرجع لك ثاني باخذ منك، ليش ما اخذ منك؟ انت حق يا حجي شكلك سوري. لا انا شكلي مو سوري، انا مصري والله. منين من مصر؟ من صعيد مصر بالاقصر. مصر بتتكلم سوري. لا عشان بحب السوريين. لك ليش في سوري ما ينحب يا حبيبي؟ هاي اطلع على اللايف. ها؟ في سوري ما ينحب يا اخوي؟ الله يحييك والله، منورين والله، شرفتونا. كلمة تقولها يعني الشاب، يمكن لو انت عرفت طارق اصلا ده بيدرس في كلية طب اسنان، تحب تقول له ايه؟ انه انسان عملي، ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه، الشغل مو عيب، حتى لو بروفيسور الشغل حلو. ما في شيء يعني، جد البطاله نكسه وانت بتدور على اكل عيشك. ما بيمنع بحضر طب واخذ دكتوراه واخذ ماجستير واحضر دكتوراه نفسها كمان واشتغل، ما فيها شيء. صح. ما عيب انك تقول لحدا. العيب تمد يدك، العيب انك تشحت تتسول، لكن مو عيب انك تشتغل حبيبي. صح. لا الحمد لله انا لا الحمد لله، الله يعطيكم العافيه وشرفتونا بمصر ونورتونا. بشغلانتي يعني. الله يحييك والنعم. يعني عندنا بدمياط بيشتغلوا اساس، تلاقيه دكتور وشغال برضه شغال في الاساس، صنع جده. صح. مظبوط. بدك تدلل يا عيوني. اهلا وسهلا. سلام يا حجي، الله معك، نورت. طارق تقولها للشباب اللي مثلا ما بيشتغلش، انزل اشتغل ولا تقعد بالبيت ولا تقعد على القهوه. فكر في اي حاجه تجيب لك قرش. العيب مو انك توقف بالشارع ولا انك تشتغل بلم زباله حتى. العيب انك تقول لاي حدا هات جنيه، عشان لما تقول لحد هات جنيه ما حدش هيديك اساسا. هو ده العيب نفسه. اما انا اشتغل اي حاجه بس ما اقولش لحد، عشان كرامتي ما تسمحليش لاقول لحد هات جنيه. بس بتبدا من الساعه كام لحد الساعه كام؟ والله بنزل من الصبح لغايه ما ربنا يفرجها عليا. ممكن اقعد للساعه 5 العصر، وممكن اقعد لوحده بالليل. اول ما خلاص الرجل تخف في الشارع ما يبقاش في حد وبضاعتي تخلص، اتكل على الله امشي. كل يوم في يوم بيبقى اجازه ولا؟ لا هو يوم الحد اجازه، عشان انا مش عايز اخد اجازه، بس العتبه هي كلها بتاخد اجازه يوم الحد، ما بقاش في حد، عشان كده بنأجز. اما لو في حد انا هنزل. بتعمل ايه الفتره دي؟ يعني الدراسه بدات، بتقدر ازاي مثلا؟ بنتناوب شوي انا وطارق، شوي طارق بينزل لوحده، شوي عمر بيجي لوحده، فاهمني ازاي؟ يعني بنتناوب حسب. انا النهارده عندي كليه، عمر عنده مدرسه، طارق عنده مدرسه، فهمت ازاي؟ حسب يعني. اللي ما عليهوش حاجه بيجي يقف، اللي ما عليهوش حاجه بيجي بيوقف. بس انا اغلب الوقت يعني موجود.
بس يعني والحمد لله، يعني الحمد لله ربك بيرزق وبيفرج علينا ان شاء الله باذن الله. هل يعني العربيه دي معيشك عيشه كويسه، قادره ان انت مثلا محتاجات الحياه البسيطه؟ بس انا عندي اكثر من عربيه، العربيه واحده ممكن تقضي شخص واحد ولا شخصين، فهمت كيف؟ اما اذا لو عندك اسره ما بينفع واحده، لازم 2 3. انت فاهم؟ انا بوقف مثلا عن جامعه عين شمس، ليا مكان عن جامعه عين شمس، ليا مكان بعباس العقاد. انت فاهم ازاي؟ شوي بوقف هنا شوي هناك، يعني انا واخواتي مع بعض كل واحد له مكان اللي بيوقف فيه. ونحن مشهورين بالمناقيش، بالمعجنات، بالحلويات، بكناف النابلسيه، بالفيصليه. فهمت قصدي؟ اسرتك كم فرد؟ لا احنا 7 اشخاص. انت اللي بتصرف عليهم وانت احنا 3 شباب شغالين والباقي قاعدين بالبيت. باقي حريم. فانتوا اللي بتصرفوا وانتوا انا واخواتي بتعلموا بعض بالظبط مدارس وكده. وطارق برضه في المدرسه صح؟ طارق بالمدرسه. سنه كام يا طارق؟ سنة تالتة إعدادي. ثالثه اعدادي؟ ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. تفضل باشا، تفضل. اهلا وسهلا. الربع ب20 باشا، كنافه على الفحم. صراحة حاجته جميلة، حاجته تفضل تفضل يا باشا، اهلا وسهلا. ايوه انا فاكرك، انت اخذت من عندي امبارح. ايه رايك في حاجتي؟ ايه رايك في حاجتي؟ لا جميلة، ممتازة 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 والله. جميلة. سجل ولا؟ لا حلوة والله، حاجته والله في منتهى الغباء. تمام. دوق منها. دوق. تمام انا دوق والله. يدوق. انا يدوق. يا رمضان. كلت من عنده، هو انسان محترم يعني، بخلاف السلع هو كشخصيه محترم ومؤدب وحاجته نظيفه وطعمها حلو واسعاره كويسه يعني الراجل بياكل عيش يعني واسعاره كويسه يعني. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورتونا. هات لهم كيلو يا ابني. محمد، في النهايه يعني امنيه نفسك تحققها، نفسك في ايه؟ نفسي يبقى عندي محل وبيع في كنافه ان شاء الله، وربنا يفرجها علينا وارجع بلدي، مش عايز حاجه تاني ان شاء الله باذن الله. تفضل يا ريس، كنافه على الفحم. اهلا وسهلا حبيبي يا باشا. ده حد من زبايننا الدائمين يعني، حبيبي عم ايمن. اهلا وسهلا، نورت يا باشا. اهلا بحضرتك. عادي ولا جديد؟ دي يمكن كانت حوارنا النهارده مع محمد عشان نتعرف على قصته. ايه محمد زي ما قلنا بائع كنافه بدرجه دكتور، وفعلا هو دكتور بيدرس في كليه طب اسنان. هو شاب سوري بيعمل كنافه على الفحم. نشكركم على حسن المتابعه. كنت معاكم انا ايمن الشواحي، شكرا.